أهلا، نتمنى يلقاكم هاد الفيديو وانتم في أحسن الأحوال. اليوم غنشارك معكم العجين المورق بأسهل طريقة، غادي يولي معتمد عندك. شوفي كيفاش دايرة التقرميشة والفيتاج، ما شاء الله ما كاين لا التور الأول لا التور الثاني دخلها الفريغو، لا ما كاينش من داكشي. شوفوا ما شاء الله. ندوزو مباشرة للمقادير وطريقة التحضير، وما تنساوش تشاركوا الوصفة مع احبابكم واصدقائكم. وإلا كنتو اول مره كتشوفوا القناه، مرحبا، وشاركوا وفعلوا جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. هنا عندي 500 غرام من دقيق الفورص، درت شويه ديال الملح و3 المعالق ديال الخل. الخل استعملوا اي نوع عندكم. صافي هنايا الماء خاصو يكون بارد، الا كان الحال سخون خاصو يكون من الثلاجه، وإلا كان الحال بارد يعني ماشي مشكل يكون غير من الروبيني. مهم اننا نجمعوا العجين على هذا الشكل هذا، كنحصلوا على واحد العجين اللي شويش قاصح، يعني ما كيتلاصقش في اليد ولا. صافي كنبقى بحال هكذا حتى كيتجمع ليا الخليط. كنحصلوا على عجين بهذا الشكل هذا. غنقربوا باش تشوفوا كيفاش داير، ماشي ندلكوه ولا ماشي مشكل، غير نجمعوه. غير هو كما قلت لكم خاصو يكون شويه قاصح. صافي هنايا كنديروه في واحد الميكا او البابي سيفوريزي، وكندخلو للثلاجه غير واحد المده ديال 10 دقائق ولا 5 دقائق، غير شويه يرتاح ونرجع نخدم به. هنا غادي نرش واحد شويه ديال الفورص على سطح العمل ونبدا نسرح فيه. خصنا نسرحوه رقيق بزاف. مني كيرتاح العجين كيولي طيع بحال هكذا وكيسهل علينا نسرحوه. كنبقى نقلب فيه باش ما يلصقش ليا على سطح العمل كما كتشوفوا. صافي هنايا مني سرحته غادي نكون حكيت من قبل واحد 250 غرام ديال الزبده، زبده التوريق بطبيعه الحال. الا بغيتو تضيفوا عليها شويه من الزبده الحيوانيه غادي تضيفوا 100 غرام وتخليو 150 غرام ديال زبده التوريق باش تعطيكم نسمه زوينه. انا هنا درت غير الزبده ديال التوريق، وكما شفتوا حكيتها في الحكاكه ودرتها شويه في الثلاجه باش تبرد باش يسهل عليا الخدمه ديالها. وصافي صافي هنا مني وزعتها على العجين كله، جبت القطاعه ديال البيتزا او لاموس او اللي متوفر عندكم، وغتقطعوا بهذا الشكل هذا مربعات. ماشي ضروري يكونوا قد قاد ولا، غير المهم هما انهم يكونوا مربعات بحال هكا. غنحطوهم فوق بعضياتهم بهذا الشكل هذا. الا طاحت لينا شي طريفات ديال الزبده ماشي مشكل، رجعوهم فوق العجين. وكنبقى بهذه الطريقه كنحطهم فوق بعضهم بلا ما نورك بلا ما والو، غير كنحطهم هكذا حتى كنكمل كميه العجين اللي عندي. ما كاينش اسهل من هكا وناجحه جدا هاد الطريقه. المهم هنايا اخر قطعه عندي من المربع غادي نقلبها هكذا بالعكس باش نلقاو كي نديرو نخدموا فيها. صافي هنايا كنضغط شي شويه وكنديرها في واحد البلاستيكه وكندخلها الفريغو واحد المده ديال 5 ولا 10 دقائق وكنخرجها باش نخدموا بها. ممكن نخدموا بها مباشره. انا هنا غير باش نشارك معاكم الحشوه. المهم هنا غنخليها ترتاح وندوزو باش نشاركوا معاكم واحد الحشوه اللي لذيذه بزاف وسهله، ما كاينش ما اسهل منها. هنا عندي البصل الاخضر قطعته رقيق، واحد الحك ديال الطون حيدت ليه الزيت وبحال هكذا فرتته، واحد المعلقه ديال الفخوماج محكوك، اي نوع فرماج عندكم، وممكن تضيفوا حتى المثلثات الجبن. هنايا ضفت حتى واحد المعلقه ديال الزعتر، ممكن تعويض الزعتر بالقزبور ومعدنوس، ممكن ديروا ازير حتى هو كيجي زوين. هنا عندي 3 البيضات محكوكين.
مسلوقين بطبيعة الحال، عاد حكيتهم كنحركو بحال هكا. ممكن تضيفوا حتى المايونيز، انا مبغيتش نضيف شي حاجه اخرى من غير هادشي. ممكن تضيفوا حتى الزيتون. المهم هاد الحشوه لذيذه بزاف. صافي هنا ملي وجدنا الحشوه ديالنا خليناها جانبا، وغادي ندوزو للعجين اللي ارتاح شي شويه. كندير واحد الرشه من الفورص وكنسرح بحال هكا، ساهل دغيا كيطوع في اليد ودغيا كيتسرح. واخا تخرج ديك الزبده ماشي مشكل، كنبقى نرجع فيها بحال هكذا. المهم هو نسرحوه على هذا الشكل. وكنطويو بحال هكا هاد الطويه، غير باش الحواف ديال العجين ما يجوش فيه الديفو. يعني دخلت هذوك، غادي ندخل كاع دوك الاطراف اللي في الجوانب باش ما يكونش فيها يعني الديفو الا بغيت نخدم بها شي مملحه. صافي هنايا عاودت طويتها المره الثانيه وكنسرحها مزيان بحال هكا. كنعاود نطويها، ندخل ليها هذاك الجنب عاوتاني اللي في الفوق والتحت باش تجي مربعه مقاده. وكما قلت لكم العيب ديال العجين ما يبقاش يبان. صافي هنا كنضغط عليها كنسرحها وصافي. هنايا راه وجدات معايا. بغيت غير نعاود انا نطويها باش نوريكم الفويطاج ديالها كيفاش داير وكيفاش ناجحه، كتجي مقرمشه يعني. واحتفظوا بها في فريغو مده ديال حتى 6 شهور ماشي مشكل. شوف غير هذيك اللي كتباع يعني واجده كيكون فيها مده الصلاحيه عام، عام ونص. يعني شي حاجه اللي الاحسن نخدموها في الدار، ما كاين ما اسهل من بحال هكا. هنا انا طويتها حيت غادي نحتفظ بالنص من العجين. غادي نجيب واحد السكين ونقطع معاكم باش تشوفوا كيفاش داير الفويطاج من الوسط. شوفوا ما شاء الله كيفاش مدايره من الداخل، فويطاج بحليله مخدومه على الطريقه الاصليه. صافي هنايا كما كتشوفوا انا قربت لكم اكثر ما شاء الله. هنايا غادي نحتفظ بالنصف من العجين وغادي ندوز نخدم معاكم النصف الاخر بهذه الطريقه. غادي نسرحو مزيان. هذاك النصف اللي كيكون في الفريغو اولا من المهم الا خبيتوها في الفريغو كتجبدوها كترتاح مباشره كتبداو تخدموا بها. يعني غير يتحيد منها الثلج كتبداو تخدموا بها بحال هكذا، كتسرحوها وديروا بها الاشكال اللي بغيتو. صافي هنا خديت هنايا واحد القطاعه دائريه وغادي نبدا نقطع على هذا الشكل هذا. هذيك العجين اللي كيبقى لينا ما كنعجنوش، يعني غير نطويو على هذا الشكل هذا. كما شفتوني انا سرحتهم على بعض، ما خاصهاش تعجن نهائيا باش نحافظوا على الفيوطاج اللي الداخل ديالها. صافي هنايا كنبدا نعمر. الا كانت العجينه مازال بارده غادي نلاصقوها بشويش الماء، وانا هنايا لاصقتها بالماء، لصقت ليا بوحدها احسن كاع من الماء. مهم يعني شوف اللي مسلككم على حسب. الا كانت العجينه بارده ضروري ديروا لها واحد النقيطه ديال الماء باش كتسد. الا ما كانتش بارده يعني بحال هذه اللي كنخدم بها انا دابا خدات الحراره ديال المطبخ فكتولي تسد غير بوحدها. صافي هنايا كنضغط شي شويش من الجوانب وكنحطهم مباشره في اللاطه ديال الفرن. بطبيعه الحال الفرن هنا مسخن على درجه حراره 160. كنخليوه يسخن. مني كنوصلوا للنص ديال الخدمه بحال هكا كما لاحظتوا انا خديت المدلك
وسرحت ليهم شويه الوسط ديالهم باش يجيو شويه اوفال، ولقى فين نحط الحشو. صافي كنكمل على هذا الشكل هذا. وداك الشويه اللي متبقي من العجين كنعاود نسرحو بحال هكا. كما قلت لكم ما خصناش نعجنوه، كنسرحوه كما هو. المهم طبعت منه جوج دوائر وما تبقى من العجين طويته على هذا الشكل هذا باش ندير معكم واحد الشكل. الا شاط لكم العجين بحال هكا ممكن ديروا هاد الاشكال على هذا الشكل هذا. عطيتكم غير فكره. المهم بالنسبه للسمك ديال العجين نسيت ما قلتش لكم، غادي يكون واحد نص سنتيم، عفوا نص سنتيم، على حسب نتوما شحال بغيتو ديال الفيطاج يكون. صافي هنايا هذاك اللي تبقى لي من العجين كنسرحو على هذا الشكل هذا على شكل طولي. كنجيب واحد الموس كنقاد ليه دوك الجنيبات غير باش يتلاقى، يعني يتسد ليا في الاخير مقاد. وصافي كندير ليه نفس الحشو اللي حشيت به لي شوسون، وكنضغط عليه شي شويه. كما كتشوفوا الحشو جاني انا مفرتت شويه، علاش انا قلت لكم ديروا الفرomاج المثلث اولا المايونيز، زعما يقدر يغلبكم هاد الحشو بحال هاد الشكل هذا. ولكن راه اللذه ديالته رائعه جدا. انا بالنسبه لي كيعجبني الحشوات اللي فيهم الطون. صافي هنا ضغطت شي شويه عليه وكنسد على هاد الشكل هذا. يعني ماشي كندير بحال قضيه المحينشه ولا كندخل العجين لداخل، لا، كنلاقيه مع بعض باش كنحافظ ليه على الفيطاج اللي فيه. صافي وهنا كنقطع بالشكل اللي بغيتوهم طوال يعني كبارين، بغيتوهم صغيورين، انا درتهم هنا غير صغيورين على قد اللقمه ديال الفم. صافي هنايا كنحطهم مباشره في اللاطه، ما كنخليو العجين لا ترتاح لا والو. مباشره ملي كنساليو من الخدمه ديالها كندهنوها بشويه ديال بياض البيض اولا بيضه كامله. انا غير هنايا مشات ليا واحد البياض ديال البيض ما بغيتش نضيعو درتو. يعني ممكن طربوا بيضه كامله وديروا فيها نقيطات ديال الخل وهي اللي دهنوا بها. بالنسبه للدهين حاولوا ما توصلوش لهذوك هذوك الاطراف اللي مشنفين، حاولوا ما توصلوش ليهم، يعني دهنوا غير من الفوق. ومني نساليو من الدهن ديالهم ناخذ واحد الموس اولا زيزوه ديال العجين. كاينين، انا بالنسبه لي هاد الكوتور دايره خاص للطبخ، هو اللي كنخدم به هاد الاشياء بحال هكا. فلحتهم دخلتهم للفرن بطبيعه الحال كما قلت لكم. كنت مسخناه من قبل، ما خداوش ليا بزاف، يعني كياخذوا غير واحد ثلث ساعه بحال هكاك وكيكونوا واجدين. ردوا البال يعني ما نخليوهمش حتى يشدوا لون خايب، يعني بحال هكا مذهبين كيجيو هما هادوك. وما تصوروش اللذه والقرمشه بالصحه والراحه. كنتمنى تشاركوا الفيديو مع احبابكم واصدقائكم وتجربوا الوصفه وتقولوا لي رايكم فيها اولا طاقيوني فيها. شوفوا لي هنا الفيطاج، انا نقرب لكم علاش قلت لكم من تما ما خصناش ندهنوا. الا دهنتي هاد المنطقه هذه ما كيبقاش داك الفيطاج يطلع مزيان. على قد ما خليتيها ما مدهوناش على قد ما كيزيد يتحل هذيك البلاصه ديال لي شوسو. بالنسبه للتقرميشه هانتوما كتشوفوا ما شاء الله. بالنسبه للشكل الصغير اللي صوبنا بالشياطه ديال العجين، شوفوا ليا كيفاش جا. حتى هو كيجي مورق، واخا العجين كتشيط كما قلت لكم غير ما تعجنوهاش فكتحصلوا على نفس النتيجه ونفس التوريقه. هانتوما
نتلاقاو في فيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.